عثمان داير يعلق على قصة الدواء، ويعني واضح جدا أنه أنا بسمع تصريحات المسؤولين والله كأنهم ما عندهم علاقة بالأزمة. يعني الليلة دي يا أخواننا الدواء ده قطع شك حيتضاعف 3 مرات، لكن أنا داير أديك أخطر من ده كله. هل في دواء في البلد؟ هل في دواء جاي؟ هل في دواء جاي بالذات الأدوية المستوردة؟ يعني تقريبا خلال عام تقريبا لم تفتح أي اعتمادات للدواء ذات قيمة. معروف الكلام ده. طيب الدواء الموجود في السوق ده باقي الشيء موجود في المخازن. طيب الدواء ده ذاته هل الدواء بيستوردوه يعني زي ما تستورد لك زيت، زي ما تستورد لك بسكويت او سلعه يعني تمشي ترسل الدوق؟ لا، الدواء للسودان ده بيجي بطلبيات بشركات بتجهزها من قبل سنه، جهزت لك استوكاتك. الليله دي لو شلت قروشك ما بتجيب دواء، لانه ما في دواء في الارفف في الشركات برا. الدواء ريكويست، طلب، اعتماداتك يصنعوا لك بعد 6 شهور، يصنعوا لك بعد 9 شهور، بعد سنه. دي كارثه كثير من الناس ما عارفين. بعض الشركات توقفت اصلا، وتوقفت لانه اصلا سنه كامله يعني لا تستطيع تفتح اعتمادات من بنك السودان او من السودان للشركات العالميه في مجال الدواء. احنا مقبلين على كارثه. الايام الجايه دي يا الحكومه تغمد وتفتح تجاره الشنطه في الدواء، وما يهمنا انه الدواء جاي من وين، يجي سام محفوظ ما محفوظ، ودي كارثه كبيره جدا. وده خطا مارسته المؤسسات الدوله المسؤوله من توفير الدواء، اللي بيسالها منه بنك السودان، اللي بيساله منه وزاره الصحه، اللي بيسالها منه المجلس الاعلى للسموم والصيدله، اللي بيدخلوا داير يسعر وما بيزيد. اللي اداك قروش منه، انت اديت قروش لمنه، الجاب منه، ديل اللي بيسالوا منه والله اللي يسالوا رب العالمين. انا عشان كده لو المؤسسات دي كلها مستعده تدير معانا حوار مفتوح، نحن بنجي وبنجيب جمعيه حمايه المستهلك وبنجيب الناس المعنيين بالدواء. البلد مقدم على كارثه في الدواء، بتنحل بتين انا ما بعرف صح ليه قدام ما بتعالج الا الزول اللي عنده قروش. الحكومه كان يفترض تدق صدرها وتواصل دعمها لفاتوره الدواء الكلها 300 مليون دولار. والما عنده قروش يمشي وين؟ يمشي الاخره، يمشي الموت، يرفع ايديه، نمشي للعشابين. ما شفت الايام الجايه دي هيقول لك العلاج خلط الرجل بالبنجر وما بعرف ايه وتمشوا. واضح جدا انه امن المؤسسات الرسميه تفشل، الناس بيمشوا للحلول التقليديه، يمشوا للعشابين ويوصفوا ليه الحرجل مع شنو مع غيره. يا اخواننا لازم نعرف انه ما في اعتمادات اتفتحت للدواء بشكل مؤثر سنه كامله لورا. طيب ما في دواء حيجي داخل السودان قبل 6 شهور لسنه، حتى لو شايل قروشك في ايدك. المسؤول منو؟ هل قمه الدوله، المؤسسات اللي بتشرع، المجلس الوطني، الغيره عارف الكلام طيب. ده والله ما عارفه؟ طيب. احنا مقدمين على كارثه طيب. في مجال الدواء. طيب سيد عثمان مرغني، وانت صاحب عمود كبير، حديث المدينه في صحيفه التيار، ما قاله دكتور محمد محي الدين الجمعابي نذر كارثه على المجتمع السوداني تحديدا في سعر الدواء. باختصار حدثنا عما تحدث عنه دكتور محمد محي الدين الجمعابي في دقيقه واحده لو تكرمت. نعم، يعني انا اتفق مع الاخ الدكتور الجمعاوي فيما قاله ان الازمه كبيره واكبر مما يتصور الناس، لكني ارى يعني ودي اخر الازمه عندما توفرت الاموال بالعمله الصعبه الدولار في شراء الدواء بالتحديد وخصوصا الاموال، ما الذي حدث؟ ذهبت لتجار ليس لهم علاقه بالادويه، اخذوا هذه الدولارات بالسعر المدعوم وباعوها في السوق الاسود السعر الموجود في السوق الاسود ليحققوا منها مكاسب مباشره. واعترفت الدولة بذلك وأعلنت أسماء الشركات. ما الذي حدث بعد ذلك؟ لا شيء. هذه هي المصيبة. أنا قلت لكم أن المشكلة سياسية، أنه ليس هناك إرادة حقيقية فعلا للتعامل مع قضايا السودان، خاصة القضايا التي ترتبط مباشرة بالمواطن والتي ترتبط بالاقتصاد. فنحن الآن نجني حصائد ما هو موجود، وللأسف الشديد الصورة التي تحدث عنها الدكتور الجمعاوي هي الآن بدأت تظهر على الواقع. يعني بدأنا نراها أمامنا في البيوت التي يعني نزورها. يعني هي ليست الان صوره خياليه متوقعه في المستقبل. يعني. شكرا لك استاذ عثمان مرغني، وانت صاحب عمود حديث المدينه، وانت رئيس تحرير صحيفه التيار، كنت ضيف في موجة درمان. شكرا جزيلا لك. شكرا لك، وايضا ضيفي موجود في الاستوديو، لكن ملخص ما تحدث عنه دكتور محمد محي الدين الجمعابي وايضا الاستاذ عثمان مرغني حديث المدينه. اخلص واقول بالبساطه والتلقائيه السودانيه، اللي عنده القروش بتعالج، والما عنده قروش امشي الى الاخره.